احكي لي قصه الحادثه دي حصلت ازاي؟ كنت سايق تروسيكل واتوبيس خبطني وجري، عمل لي شلل نصفي، بعد كده شلل رباعي. معايا 3 عيال من قبل الحادثه. معايا حبيبه 13 سنه وحنين 12 وفرع 10. البنات نفسهم ان انا امشي اتحرك معايا مروح عادي. المشي صعب شويه. حبيبي ربنا يخليك. طارق كان زي اي حد فينا عايش حياته الطبيعيه جدا، بيمشي ويتحرك ويشتغل. حصل له ابتلاء في حياته غير حياته تماما، خلاه زي ما انتم شايفين كده بيمشي على مشاية. وده عبرة لينا كلنا ان احنا ما نتغرش دلوقتي بحياتنا، لان في لحظة ممكن ربنا يبدل حالنا كلنا، فلازم نقول الحمد لله. فتعالوا نسمع حكاية طارق وصبره على الابتلاء، وازاي ما قعدش في البيت واستسلم للحالة اللي هو فيها، ونزل ياكل لقمته بعرق جبينه في قلب السوق، وبيشتغل شغلانة صعبة مش سهلة. يلا بينا نتعرف على طارق، ويا ريت تدعوا له ربنا يشفيه ويخلي له بناته. طبعا طارق من الشباب المحترمه جدا، الواحد قابله بالصدفه هنا في سوق العاشر، ما شاء الله عليه، يعني ليه حكايه كبيره جدا. انا بقى جاي عشان نقعد نتكلم مع بعض باستفاضه، لان عملنا مع بعض فيديو قبل كده كان سريع كده، وناس كتير عايزه تعرف تفاصيل كبيره جدا عن طارق. حبيبي يا طارق، عرفني بقى بنفسك الاول كده واحده واحده، وعرف الناس. ربنا يخليك. طارق محمد محمود، 33 سنه. منين؟ الفيوم، بس ساكن في مدينه نصر. بعمل خضار منظف. خضار المقطع ده؟ يعني الشغلانه دي، بقول لي بس البدايه الاول، انت كنت شغال فين قبل؟ شغال خضار سليم قبل الحادثه. خضار سليم كان خضار يعني بتشتغل في السوق هنا عادي؟ خضار سليم. كنت بشتغل في مكان تاني بعيد في التجمع. ما كانش هنا يعني؟ لا كنت بشتغل في التجمع خضار سليم. تمام. لما عملت الحادثه اضطريت ان انا اعمل خضار منظف، عشان خاطر انا مش هقدر اشيل واحط واتحرك وكده. احكي لي قصه الحادثه دي حصلت ازاي؟ كنت سايق تروسيكل واتوبيس خبطني وجري، عمل لي شلل نصفي، بعد كده شلل رباعي. عمل كدمه في النخاع الشوكي ما بين الفقره السادسه والسابعه، والكدمه دي كانت عايزه عمليه شفط او عمليه جراحيه في خلال من بدايه الحادثه 8 ساعات. الدكتور شخص الحاله غلط، قلبت الشلل النصفي. لا حول ولا قوه الا بالله. ما بين الفقره السادسه والسابعه. بعد كده جاني جلطة على رجلي الشمال دي من الضغط والزعل وكده، وجاني قعدت مركب قسطرة بول 4 سنين. ده انت طبعا انت كنت قبليها كان عادي، حياتك عاديه جدا. كنت تمام. بس هو ابتلاء يا طارق، ربنا يا رب يعينك عليه ان شاء الله. الحمد لله. طب قول لي، وانت العلاج يعني مثلا ما حدش قال لك ان في نتيجه ان انت لو اتعالجت احسن؟ في مساله وقت. انا بروح علاج طبيعي، مساله وقت. مين بيساعدك هنا؟ ده انا بحب اعمل حاجتي بنفسي. يعني انت بتشتغل الخضار بتاعك بشتغل الخضار بتاعه وبعمله، لكن في حاجات ممكن الكرنب بالمسلوق او الورق العنب بنعمله في البيت. ربنا يخليها لك. ربنا يخليك. قول لي، انت اصلا متجوز من امتى؟ انا متجوز في 2011 قبل الحادثه؟ قبل الحادثه، ومعايا 3 عيال من قبل الحادثه، 3 بنات. ما شاء الله ما شاء الله. معايا حبيبه 13 سنه وحنين 12 وفرع 10. ربنا يا رب يحفظهم لك يا اخي، تشوفهم زي ما بتتمنى ان شاء الله. الابتلاء اللي جالك ده طارق حسسك بايه؟ ان الدنيا ولا حاجه، ما تسواش حاجه خالص. ان الدنيا ولا حاجه، ما تسواش حاجه خالص. يا سنين تكسر الحلم فينا، فرحنا بيموت في لحظه حزينه. برضه العلاج محتاج ايه؟ يعني انت محتاج حاجه في العلاج، ولا هو العلاج ماشي، ولا الدنيا ماشيه؟ لا تمام، انا العلاج ماشي تمام. انا العلاج اللي انت بتعمله على حسابك؟ على حسابي. ده ايه المراحل العلاج اللي انت فيها دلوقتي؟ لا انا باخد ادويه برشام وفي علاج طبيعي بس هم دول، انما مفيش تدخل جراحي تاني ولا في اي حاجه تانية ان انت ترجع تمشي تاني؟ لا هو الدكتور كان في عمليه فقرات من بدري كده وما حصلش نصيب، ما عملتهاش. ليه بقى؟ لا ما عملتهاش، بس ماليش كان ظروف ماديه يعني؟ ممكن ممكن حاجه زي كده في يعني انت ممكن لو العمليه دي حصلت ممكن؟ لا ما عادش اديها وقت معين؟ كان ليها وقت معين كده تعمل فيه. دايما يعني انت ما بتحبش ان تبان قدام الناس ان انت ضعيف بمعنى صح، يعني انت بالظبط. طول عمرك بتحب تشتغل بايدك انا بحب ده راجل يعني، ربنا انا بحب الشغل. انا بقى اصل اللي في حالتك ممكن يقعد في البيت ويعني ما يقدرش يتحرك يعني. لا انا باجي من الساعه 8:30 9 ساعات بفطر هنا، وممكن يومين في الاسبوع اروح افطر مع الاولاد عشان ما يزعلوش بس وكده. طب قول انت نفسك فيها طارق؟ الستر من عند ربنا. ربنا يستر عرض بلد. الستر والصحه ربنا يشفيني. ربنا يشفيك ان شاء الله. اللي عنده ابتلاء دايما بيبقى حاسس بحاجه السليم ما بيحسش بيها. اه يعني انت شايف ربنا
بيراضيك بايه وانت في الحاله دي؟ اكيد أنا؟ ربنا مرضيك. ربنا مرضيني بزوجة صالحة، ربنا زوجة يخليك. صالحة والبنات حبيبة وحنين. تحيه ليها والله، حبيبي. تحيه ليها، ربنا يحفظها. هي حاليا في عمر على فكرة. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا طب خليها تدعي لنا بقى. حاضر. حبيبة داخلة أولى إعدادي، حنين داخلة رابعة، فرح في ثالثة. ما شاء الله، ده ما شاء أزهري، الله. مش مدرسة. ربنا يا رب يبارك لك فيهم يا رب، حافظين مدرسة قد ايه أزهري. القران هم؟ حبيبة ما شاء الله تبارك الله في الجزء السابع. بسم الله ما شاء الله. حنين في الجزء الخامس. فرح دي مقوحة شوية، شغف شوية. ايه صغيرة آخر يعني. الناس بتطلبك او تتواصل معاك ازاي؟ تليفون طب قول بقى رقم التليفون. 011 44 19 51 99. والله ده رقم طارق اهو، اللي حابب خضار مقطع في خضار رقم. زي الفل. نفسي طبعا انا برجع امشي تاني، عشان البنات نفسهم ان انا امشي اتحرك معاهم اروح عادي، اروح لهم عند المدرسه اجيبهم واوديهم. تفرق معاك دي يا طارق في البيت؟ هم الاولاد نفسهم في كده، فزي ما بيشوفوا اي طفل ابوه بيروح يقعد عند المدرسه بيخرج وبيتمشى بيتمشوا يجيبوا حاجه كده يعني. ان شاء الله تقوم بالسلامه والله. ان شاء الله. انت راجل محترم، ربنا يخليك. وفخر لكل الشباب والله والله. وعايز اقول لك على حاجه، من يوم ما جيت لك المره اللي فاتت وانت دايما في دماغي، ربنا يخليك. ودايما بندعي لك والله. ربنا يخليك. ربنا يا رب يصلح حالك. اللهم امين. ربنا يصلح حالك ويخلي لك ولادك. ربنا يخليك يا رب. اتمنى ان كلنا نيجي نساعد طارق هنا ان احنا نشتري من عنده الحاجه بتاعته المحترمه اللي هو بيبيعها دي، وندعي له ربنا يشفيه ويخلي له بناته ويفرح بيهم. وبس كده. دي حكايه طارق اللي كل الناس بتسال عنها. يعني انت لو دخلت على الصفحه هتلاقي ناس كتير جدا ما شاء الله بتسال على طارق وعلى حكايته. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، وما تنسوش تتابعوني وتدعوا لطارق. ربنا يبارك في عمركم. سلام حبيبي يا روح.